بصراحه انت بتسال على طريقه عمل القهوه ولا طريقه عمل المنتج اللي هو بن فرنساوي يعني، فاهم؟ فتعالى نعمل بن الفرنساوي ونعمل منه قهوه بالمره، فاهم؟ يعني الاتنين في واحد كده عشان نلخص لك القصه. ده بن برازيلي سانتوس، تمام؟ هاخد منه 20 جرام، ماشي؟ خدت ال 20 جرام بتوعي. تعالى لي كده ناخد، ده حليب لبن هتجيبه من عند اي عطار يعني، هناخد منه برضو 20 جرام. كده اخدنا 40 جرام. هناخد 5 جرام بالظبط من الفانيليا، طبعا الفانيليا هتلاقيها في اي حته، خد 5 جرام. علبه المبيض دي او علبه الكريمر دي هتلاقيها موجوده عند العطارين وبتوع مستلزمات الحلويات، وهتلاقيها في السوبر ماركتات زي فرجاني والسوبر ماركتات دي. هناخد منها 50 جرام، خليها 55 عشان يبقوا 100 جرام. المهم بعد ما عملنا ال 100 جرام بتوعنا هنقلبهم كويس جدا جدا. طبعا دي مش بتتعمل بحليب، ديت قهوه فرنساوي عاديه جدا زي اللي بتنزل بتاعت منتجات مثلا زي عميد زي. تعالى بقى بعد ما قلبناها كده ووصلناها للشكل ده نعمل منها فنجان قهوه في السريع كده. خد مقدار السكر زي ما انت عايز، كنكتك الجميله. مقدار السكر زي ما انت عايز، انا هاخد على الريحه طبعا عشان انا بشربها على الريحه. هاخد معلقتين من البن الفرنساوي اللي احنا عملناه. خلينا ناخد قطعتين تلج صغننين، ميه، اكتم ايدك، قلب، انزل بيها على النار، وتعالى نشوف الناتج في الاخر هيطلع عامل ازاي. اول ما هتبدا تطلع الفسافيس بتاعتها هنبدا نفرغها وبميل كده عشان الوش بتاعها. طبعا اوبشن انك تحط عليها لبن، دي حاجه بتاعتك، مش عايز تحط عليها لبن هي بصراحه مش محتاجه. تعالى لي كده، هي اخدت نفس اللون كأن عليها حليب بصراحه. اوه، اقسم بالله حلوه قوي قوي بجد. خطيره، جربوها. استنى رايكم في الكومنتات، ولو انت مش متابعني وانت بتحب القهوه فانت بصراحه فايتك كتير.